السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على أحلى صحبة في الدنيا، صحبة في المطبخ مع أم يوسف. النهاردة يا حبايبي، أنا عمالة بقالي فترة بقى عمالة أجهز في تجهيزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله، ربنا يجعله رمضان خير وبركة ورزق علينا جميعا. زي ما احنا شايفين، أنا عملت الليفت، طبعا صورته قبل كده، هنزل لكم الرابط في صندوق الوصف فمش هصوره النهاردة. وعملت الزيتون في أوقات ما كان الزيتون موجود، عملت 3 برطمانات عملاقة. وطبعا ما شققتهمش ولا عملت فيهم حاجة عشان يقعدوا معايا ويطولوا لحد من رمضان. وبالفعل لغاية دلوقتي ببتدي اهو اشتغل فيهم. طبق البطرمان اللي في النص بقى ده البطل بتاعنا اللي هنعمله النهارده. ده الليمون ابو عصفر. طبعا زمان كنت بقعد مع جدتي وهي بتعمله، كانت بتجيب الليمون ابو عصفر دوت وهو ني ونحط له الحشوه بتاعته وبيتخلل من السنه للسنه. احنا دلوقتي بقى في عصر السرعه. زي ما انتوا شايفين، انا جبت الليمون قعدته 12 ساعة في المية وما كانش بمزاجي. انا المفروض بقعده 3 4 ساعات بس. النوبة دي عشان كنت بعمل تجهيزات كتير بصراحة سبته 12 ساعة. وقلت يلا يطلع المرارة، وفعلا المية طلعت ريحة كده، ريحة الليمون، وطلعت المرارة اللي فيه. ومسكته غسلته بفرشة الخضروات بقى وحضرته، وهنبتدي نشتغل فيه زي ما انتوا شايفين. انا جبت كمية ليمون كويسة، وانا بحب الليمون بيبقى كبير، بيبقى طعمه جميل قوي في التخليل. ان شاء الله تجربيه يطلع معاكي احلى حاجة في الدنيا. مبدئيا كده انا ابتديت احط ميه عشان تغلي على النار. واول ما الميه تغليت، الميه دي اللي انا هسقي بيها الليمون. اول ما الميه غليت نزلت عليها ب3 معالق ملح كبار كده محترمين، ونزلت عليها ب3 معالق خل. طبعا مسألة الملح دي مسألة نسبية، في ناس كتير قوي بتخاف من التخليلات عشان الملح. جماعة ولا تقلقوا، اشتغلي وما تقلقيش. يعني انا هنا كل البطرمان اللي قصادكوا ده عملته تقريبا ب7 معالق ملح كبار. حطيت 3 هنا في المية وحطيت 3 في التخليل، وبعد كده احتجت حبة تاني فزودت لها معلقة، بقوا 7 بالظبط. عايزة تعمليها بالكيس، كيس الملح الصغير دوت حطيه اللي هو ال100 جرام. هتعمليها بالمعلقة زي ما انا اشتغلت كده، والله طالع زي الفل. حطيت الليمون بعد ما قطعت الليمون كله 4 تربع قبل ما احطه في المية المغلية. حطيت الليمون في المية المغلية بجسه بايدي كده، انا عايزاه يبتدي يطرى. يعني انا مش عايزاه اخده غلوة واحدة كده وارفع، لا انا سبته بتاع 3 4 دقايق او 5 دقايق، عشان عايزة الليمونة تستوي سنة عشان تلحق على بال رمضان بقى تبقى مزبدة كده وجميلة. زي ما احنا شايفين كده، انا ابتديت اجيب مصفى وابتديت اطلع عليها الليمون. طبعا هنسيب الليمون يبرد خالص، وهنسيب المية الجميلة دي تبرد خالص اللي احنا هنسقي بيها. خدت من طعم الليمون وخدت من مية الليمون، وهتلاقوها والله العظيم. مش عارفة اقولكوا ايه يعني. قبل ما تاكلي الليمون المخلل هتلحسي المية بتاعته. طبعا انا سايباه في المصفى. شايفين الدخان ما ينفعش تشتغلي فيه سخن خالص. سيبيه لغايه ما يبرد، روحي شوفي حالك، شوفي اي حاجه اعمليها في حياتك، وبعدين ارجعي له يكون بارد بقى خالص. بصوا برضو مفيش فايده، انا كل شويه اجي اقلب فيه الاقيه لسه بيطلع دخان، فسبته بصراحه حبه محترمين. لما لقيته بقى برد خالص ودبل خالص كده، عرفت كده خلاص سقع سقع يعني. انا حضرت حاجاتي دي، شويه ليمون انا عصرتهم اللي هي نص كوبايه الليمون اللي انتوا شايفينها، والقشر بتاعها طبعا مخليه لاني عايزاه. هنبتدي نحضر مع بعض بقى في الطبق. 3 معالق ملح، حطيت عليهم شويه عصفر كده هوت بالبركه، وحطيت عليهم حبه البركه. ربنا يزيد حياتكم بركه ورزق ان شاء الله. الحاجات الجميله دي بقى هنزل عليهم بشويه هريسه شطه. ما عندكيش بقى هريسه شطه هتغلبي، لا ما تغلبيش، هاتيلك مثلا ايه 4 5 6 قرون كده هوت فلفل احمر، واعمليهم في الكبه وحطيها عليهم. الحاجات دي بتبقى تحفه بصراحه، ما بتتعمل في البيت، ولا تقولي لي المخللات بتاعت بره ولا اي حاجه. اللي يبقى يا اما طريه يا اما مهريه. وشويه الزيتون بقى المسلوقين اللي ملهمش اي طعم اللي هم بيعملوهم. والله جربي تعملي حاجتك في البيت، هتطلع احلى حاجه. انا جبت بقى البطرمان الجميل بتاعي ده، وبعد ما دوبت الحاجات الجميله اللي انا حطيتها ديت بمعلقتين زيت ورحت مقلباهم، هنبتدي نحشي الليمون كله زي ما احنا شايفين. ما بتمسكيش حاجه بايدك خالص زي ما انت شايفه. احنا مقطعينها 4 تربع، هنفتحها وشويه بالمعلقه وهنحشي جواها، ولا حاجه هتلمس ايدك ولا ثانيه حتى. بعد ما هنزل كميه الليمون بتاعتي كلها، هتشوفوا بقى البطرمان ده كان واحد من الاتنين المليانين وهو قبل ما يتسلق. هتشوفوا بعد ما اتسلق بقى نص البطرمان. بس ما تتخدعوش يا جماعة، اول ما هيشرب ميته ما شاء الله هيتنفخ ويكبر تاني ويجيب نفس حجمه. فهيفضل يزيد في المية ويفضل يزيد. فلو سمحتي لما تحطيه عندك بعد ما تخلليه يومين 3 كده، لازم تحطي تحتيه طبق.
ليه بقى؟ عشان خاطر كل ما الليمونة هتشرب من المية هتكبر وتاخد حجمها، هتودي المية الزيادة فين؟ هتلاقيها بتطلع من فوق. عشان لما تلاقي تحتيه مية ما تتخضيش تفتكر البطرمان اتخرم، حصل فيه حاجة، ولا تقلقي. بصوا يا جماعة، الليمون واصل لحد النص، الليمون ده اللي كان مالي البطرمان ده والبطرمان التاني الصغير. وخدوا بالكم والله بعد كام يوم ده ملاه وعداه كمان. يعني حاسه انا بيجيلي احساس كده ان انا عايزه اخف منه، بس لا، يعني انا سايباه يعني شكله حلو مع بعضيه، مش فارقه. الميه دي بقى يا جماعه بعد ما بردت اللي احنا سالقين فيها، نزلت بيها ونزلت بنص كوبايه الليمون اللي انا عاملاها. طبعا هتدي مزازه كده وهتدي طعم، يعني ان شاء الله تجربوه وتعرفوا طعمه هيبقى جميل ازاي. نزلت بقى بكميه الميه كلها. انت بقى لو في البيت هتعيشي حياتك يا ماما، ارفعي الحله واقلبي على طول، يعني في ثواني هتحضري. انا عشان بس التصوير واعرف اتحرك وكده فبعمل زي ما انتوا شايفين، بحاجه صغيره كده وبنزل بيها. الدقايق اللي انتوا شايفينها معايا دي، انا عشان تصوير بضطر اعمل حاجه كده ببطء. طبعا احنا شايفين هنملاها ومش هنملاها قوي لحد الرقبه، وبعد كده ننزل بالقشر بتاعنا. القشر ده بقى طبعا هيشرب من الليمون ومن التخليل، هتاكليه قبل المخلل وهتستطعميه بشكل. نسيت اقول لكم حاجه، اللي بيحبوا الفلافل يا جماعه، ربع كيلو فلفل وروحي حاطاه في وسطيه، هتاكلي احلى مخلل فلفل في الدنيا. بس انا بصراحه ما باكلش الفلفل قوي، ولادي لاحظت عملت مخللات كتير مش بياكلوا منها الفلفل، فبصراحه النوبادي انا ما حطيتش عشان كمان عندي بطرمانات الزيتون مليانه فلفل، فما حطيتش. انتوا بقى عملتيش وما عندكيش حاجه فيها فلفل، حطي مع ده ربع كيلو فلفل. والبطرمان طبعا بتاعك انت هتعايريه زي ما انت شفتيني معايره. بعد ما نزلت حاجتي كلها، رحت نازله بشويه زيت كده بتاع فنجان. مش قادره اقول لكم شويه الزيت دول هيعملوا ايه، هيعملوا معاكي عظمه. بعد ما خلصت البطرمان هتركنيه بالظبط اسبوع هتبتدي تاكلي منه. رمضان كريم علينا وعليكم. وزي ما انت شايفين انا بوريكم لون اللفت اللي انا عملته. اللفت ده يا جماعه بقاله 3 ايام والمفروض لسه مش هيتاكل دلوقتي، ممكن 3 ايام تاني يتاكل، بس بوريكي لونه وبوريكي شكله عامل ازاي. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون استفدتوا منه حاجة. وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم علينا وعليكم، وربنا يجعلها سنة خير وبركة علينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.